بصوا يا جماعه كده، بعد ما انا سبته فتره في التحبيشه دي، عملت له التتبيله دي وسبته فيها ممكن ربع ساعه تلت ساعه، ممكن توصل للساعه والساعتين حسب ظروفك انت. انا عملته حوالي ربع ساعه عشان الوقت بس. هنعمله في الدقيق دلوقتي ونقليه. كده احنا بدأنا الآلية بتاعته. هنعمله في الدقيق والبقسماط ده، دي والبقسماط ده، دي مع بقسماط الاتنين مع بعض. يا جماعه بعد ما احمر اهو كده، احنا حمرناه اهو. زي ما قلت لك ان انت لو عندك شغل ولا حاجه وعملتيه من بالليل وحطيتيه في الثلاجه مش هيحصل له حاجه على الرف، يعني تيجي الصبح تجيبيه عادي ثاني يوم اخر النهار مثلا مفيش مشاكل. هو اي ما بيقعد في التتبيله بتاعته بيبقى احلى. التتبيله بتاعته ما بتبقاش خفيفه عشان ايه؟ ما تقعش منه لما تيجي تحطيه. بص التتبيله عليه جميله اهي. مش شرط اضيف عليه في التحبيشه ولا حاجه، يعني هو بيشيلها عامه يعني. كده ان شاء الله احنا نخلص ان شاء الله ونرجع لكم تاني بعد ما نكونوا خلصنا القلي. خلصوا وارجع لكم. هو ده الشكل، ده الشكل بتاعه مقلي. حطوا لايكات كتيرة، فعلوا الجرس. رجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا. كده شكل البانيه بعد ما خلص جميل جدا وشكله شيك حلو قوي. وعامله جنبه مكرونه بطاطس محمره. شكله شيك. احنا هنلبسه ولا ناكله؟ واسماعيل عامل سلطه. دي سلطه اسماعيل يا جماعه حلوه قوي دي. هو اسماعيل بيحب يعمل السلطه جميله كده. وده شكل المكرونه. والبانيه زي ما قلت لك انك تقدري تعمليه من بالليل، تحطيه في التتبيله من بالليل وتحطيه على الرف وتصبحي تقليه في اي وقت اخر النهار بقى، اي وقت يقعد يوم واثنين على الرف عادي. ولو فاضت منك تتبيله وحطيتها في الفريزر في علبه تقدري تستخدميها تاني، تطلعيها تفك وتستخدميها تاني. دول اتفضلوا بقى معانا. ده معموله ممكن بيضه ممكن بيضتين، مش شرط كتير يعني على حسب. زي الكيكه بالظبط. الكيكه انا حاطه، يعني انا هعمل لكم كيكه اليوم اللي جاي هحطها بالتين، اوريكم كيكه بالبيضتين وهتبقى ناجحه جدا. يلا الف انا وشفا، اتفضلوا معانا بقى.